حاضر. مساء الخير يا حسناء. مين يا حسناء؟ دي ست جمالات جارتنا يا ماما. خليها تتفضل. طب اجلها وقت تاني. لا خلاص، ماما خلصت اللي في ايديها وطلع لك حالا. اتفضلي ست جمالات اتفضلي. معلش اصل انا مستنيه الاستاذ انور هيجي يقبض الجمعيه بتاعته. ما تدخلي يا جارة الهانة. لا اطلعي لي انتي. وديني طلعت لك اهو يا حبيبتي، عينيا. ابدا، كنت عايزه اقول لك ان انا تقريبا يعني لميت فلوس الجمعيه كلها، مش ناقص غير نفر بتاعي. وانا فلوسي جاهزه. يا حسناء هاتيلي فلوس الجمعيه من البوك بتاعي من جوه. حاضر يا ماما. بقول لك ايه، وناوليني من المطبخ وانت جايه حله الطبيخ ونص الفرخه اللي في التلاجة. حاضر يا ماما. اهدى، لمين ده كله يا ست نعمة؟ يا اختي بقالي يومين ما نزلتش حاجه لام سمير جارتنا. ما انت عارفه حوده جوزها صحته على قده، ويوم يشتغل وعشرة لا. ربنا ما بينساش حد يا ست نعمة. ادي الفلوس اهي يا ماما بتاعت الجمعيه. ناوليها لخالتي الجمالات. هاتي يا حبيبتي. كل جمعيه وانتي طيبه يا ست نعمة. وانتي طيبه يا حبيبتي. هو ادي يا ماما حله الطبيخ ونص الفرخ. هاتي. انا بقى اللي هودي الاكل بنفسي لخالتك ام سمير قبل الليل يا اختي ما يليل. طب يا اختي عن اذنك، احسن مرارتي وجعتني. ايه قصدي يعني رجليا وجعتني من الوقفه. هتمشي؟ اخصى عليكي بقى، هتمشي قبل ما تقولي لي. نويتي تشتري خروف العيد امتى؟ لا بقى السنه دي انا ريحت دماغي. ريحت دماغي من خروف العيد، والمعلم فتحي جوزي هو اللي هيشتريه. احسن يا اختي. والنبي يا حسناء يا بنتي ناوليني 6 رغيفة انزلهم بالمره لخالتك ام سمير. عن اذنك يا حبيبتي، احسن لو فضلت واقفه قدامك هطب ساكته من طولي. ايه بتقولي حاجه يا ست جمالات؟ لا ابدا يا حبيبتي، بقولك عن اذنك. اذنك معاكي يا حبيبتي. يا ساتر، مش ممكن اللي بيحصل منها ده. في ايه يا جمالات؟ جايه متضايقه كده ليه؟ وليا عيانه ابدع الانزحه. هو كني جايه من عند ام حسناء؟ هو في غيرها يا اخويا؟ ما فيش مره رحت اخد منها الجمعيه الا لما تتانزح قدامي وتمرضني. انت هتقولي لي عليها؟ الله يكون في عون صابر جوزها منها. هاتي حله الطبيخ يا حسناء ونص الفرخه عشان انزلها لام سمير. اعمل ايه؟ جوزها بيشتغل يوم وعشرة لا. خبر ايه يا جمالات؟ هي الست نعمة اتلحست دماغك ولا ايه؟ الحمد لله، الجمعيه اللي كانت ربطاني بيها خلصت. تشوف مين بقى اللي هيقرب منها تاني. يا ساتر المهم تحب اجيب لك خروف العيد هنا ولا اشتريه واخليه مربوط قدام القهوه؟ لو النبي يا اخويا خليه مربوط في القهوه. احنا مش ناقصين قر علينا. عين العقل يا ام عاطف. لو النبي يابا اشتري لنا الخروف وهاته هنا علشان العب معاه. يبقى روح العب معاه هناك عند ابوك في القهوه يا واد. ايه ده لحقتوا تاكلوا الفراخ واللحمه اللي انا جبتها كلها؟ ما انا قلت لك يا بابا، ماما بتفرقها على الجيران واهل الشارع. معقوله يا نعمة؟ الله، خبر ايه يا صابر؟ يعني بلاش اعمل حاجه لوجه الله. تعملي لوجه الله اما يكون في زياده. اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع يا نعمة. بابا. نعم يا ست حسناء. والله يا بابا ما تنساش وانت جاي تجيب معاك فاكهه. ايه؟ هي كمان الفاكهه خلصت؟ ما انا قلت لك يا بابا ماما بتفرقها على الجيران واهل الشارع. اسكتي يا مقصوفة الرقبه. اهو سكت اهو. حسك في الدنيا يا ابو حسناء. والله انا خايف تقطعي لي نفس يا نعمة. بعد الشر عنك يا بابا، ده احنا من غيرك ولا حاجه يا بابا. ابو حسناء. نعم. يعني يا اخويا ما عبرتنيش وقلت لي خدي يا ام حسناء اشتري خروف العيد زي كل سنه. جينا بقى الوجع الدماغ. بعد الشر، سلامتك يا اخويا من الوجع. امسكي يا اختي واوعي تقولي لي هات تاني. طب بقول لك ايه، وهدوم العيد للبنات. اتفضلي يا اختي اخصى عليك. طب ما تزودهم 100 جنيه كمان، دي الهدوم بقت غاليه نار. يا مطول الروح، وادي كمان 100 جنيه وما تطلبيش مني فلوس تاني. تعيش الكشك حاله واقف. الناس ما عادش بتشتري سندوتشات زي الاول،
سمعان يا نعمت؟ سامعاك يا اخويا، سامعاك يا ابو حسناء. افتح يا عاطف. باين عليه الاستاذ انور جاي يقبض الجمعيه بتاعته. اتفضل يا عم انور، ابويا وامي جوه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ انور. يا اخويا، يعني بقينا ما بنشوفكش الا في المناسبات. والله مشاغل يا معلم فتحي، البيت والاولاد والشغل. ربنا يقويك عليهم. الله يبارك لي فيك انت والست ام عاطف. ما تقومي تعملي حاجه للاستاذ انور. لا والله خليكي مستريح، لسه شارب شاي حالا وطالع لكم. تبقى جاي بقى ومستعجل على الجمعيه. هكدب عليكي، عايز انزل اشتري للاولاد وللبيت مستلزمات العيد، وكل سنه واحنا وانتم طيبين. احلى حاجه فيك يا استاذ انور انك صريح 100%. طالع لك يا معلم فتحي. وعندك انت شايف الخمسينة وهو مسدود والشيشة للمعلم عربي وصلح المطلوب. ايوه جاي. السلام عليكم يا معلم فتحي. وعليكم السلام يا سي صابر. يا اخويا مالك جاي مكلضم كده ليه؟ لا ابدا مفيش. لا في، وعلى وشك يبان يا نداغ اللي بان. بقول لك مفيش. اوعى تكون ام حسناء زودتها معاك حبتين وبس. قول 3 4. بصراحة يا سي صابر، ولو انك يعني تزعل مني، انا ما شفتش وصف لمراتك في التبذير والانزاحة. ده بس من حسن حظي. برضو انت من ناحيتك واجب عليك تنصحها وتعقلها من اللي هي فيه ده. غلوبت معاها معلم فتحي. خلاص ما تمسكهاش مصروف البيت واصرف انت. عملتها معاها قبل كده مرضت. معقولة؟ ونامت في السرير وما قامتش الا لما مسكتها مصروف البيت تاني في ايدها. بصراحة الله يكون في عونك. اطلب لك شاي؟ وابعتهولي الكشك. ايوه اهلا يا استاذ نبيل. مساء الخير يا رانيا. مساء النور. ابن حلال، اختي حسناء قلقانه عليك خالص. والله. ماما يا ماما، الاستاذ نبيل خطيب اختي حسناء جه. يا اهلا بخطيب بنتي. وشك ولا القمر يا استاذ نبيل؟ وشك طبعا يا حماد. الله يحفظك. طب اتفضل في الصالون، اتفضل. يلا روحي يا رانيا صحي اختك حسناء. حاضر يا ماما. انا صاحيه يا ماما. ايه ده نبيل؟ ازيك يا نبيل؟ اهلا حسناء. كل سنه وانت طيب. بقول لك ايه، خشي يا رانيا اقعدي جوه مع اختك نيفين. حاضر يا ماما، اديني رايحه اقعد معاها اهو. ايوه انا هخش اعمل لكم الشاي. عن اذنك يا نبيل يا ابني. اتفضلي يا طنط. كده برضه يا نبيل؟ اسبوع بحاله ما اشوفكش. الشغل يا حسناء، ما انت عارفه الشغل كان كابس عليا بطريقه رهيبه، وهو خلص وكل يوم هتشوفيني زي ما انت عايزه. خدي الاول المبلغ ده مني. هات. عارف يا نبيل انت محوش معايا كام لحد دلوقتي؟ عارف يا حسناء، وسمي عليهم وانت بتحطيهم. ومالك خايف قوي كده؟ انا مش خايف، انا عايز اخلص يا حسناء ويبقى لي بيت واسره بدل ما انا هنا يوم وهناك يوم. هانت يا نبيل. بقول لك ايه يا ام ياسر؟ قول يا ابو ياسر يا امير. ايه رايك لو نشتري 8 كيلو لحمه، نفرق 5 منهم على اخواننا الغلابه والباقي نخليه لينا، بدل ما نشتري خروف يلهف 3/4 الجمعيه اللي احنا لسه قابضينها. عين العقل يا ابو ياسر، الكلام اللي انت قلته ده عين العقل. ده حتى الخرفان بقت اسعارها نار قوي. وزي القرآن بتاعنا ما بيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صدق الله العظيم. عندك حق والله يا ابو ياسر. وشوف انت بقى يا ستي عايزة تشتري هدوم الأولاد امتى وأنا تحت أمركم. الأمر لله من قبل ومن بعد. نستنى شوية لغاية زحمة المحلات ما تخف، وبعدين بقى نروح نشتري على مهلنا. والله زي ما بتقولي. يلا على بركة الله. على بركة الله. يا نبيل. عايزه ايه يا ماما؟
يا ساتر يا رب عليكي. تعالي هنا وكلميني عدل يا بنت انتي. بقولك ايه، البسي هدومك وانزلي بسرعة. هتشتري لي 3 كيلو كوسة و3 كيلو طماطم و2 كيلو لحمة. حاضر يا ماما حاضر. ايه ده كله يا ماما؟ انت ناويه تعملي وليمه ولا ايه بس يا ماما قوليلي؟ ابدا يا حبيبتي، اصل ناويه ادوق ام شكوكو اللي ساكنه في اخر الشارع طبيخي. ام شكوكو بس يا ماما؟ لا، وكمان ناويه ابعت منها لخالتك ام سمير. وهي ام سمير يا ماما كانت خالتي. عشان ما هي غلبانه وفقيره متضايقه حضرتك اني بقول عليها خالتك. ناوليني الفلوس، خليني انزل اشتري لك الحاجات عشان اجي واكمل مذاكرتي. خدي يا اختي، اللي يسمعك وانت بتتكلمي كده يقول عليكي هتاخدي القصنص السنه دي. قولي لي بقى يا ست ماما، وناويه تفرقي بقى من الوليمه دي لمين تاني؟ حق مالكيش حق يا حسناء يا بنتي. فيها ايه اما دوق الناس الغلابه من الطبيخ بتاعنا.